أهلا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: توقيف شخص يقدم لحوم الكلاب للمواطنين المغاربة. قبل ما ندخلوا في التفاصيل ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة باش توصلوا بجديد أخبار المغرب. إليكم التفاصيل. اهتز حي المقاسم بمدينة صفرو يوم أمس على وقع فضيحة مدوية بطلها شخص ضبط متلبسا بذبح الكلاب الضالة وسلخها وطهيها. ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة، فقد تمكنت عناصر الأمن بصفرو من توقيف الشخص المتورط في ذبح الكلاب بعد عملية تتبع ورصد لها. وبحسب ذات المصادر فقد جاء تتبع المعني به بعد العثور في أكثر من مرة على رؤوس جلود كلاب مسلوخة قرب مطرح النفايات بودرهم بمدينة صفرو. وجرى وضع المشتبه به رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن ظروف وملابسات هذا العمل الإجرامي. كما تم حجز كمية من لحوم الكلاب، وتم الاتصال بالنيابة العامة المختصة وكذا التنسيق مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنصا من أجل اتخاذ تدابير والإجراءات القانونية اللازمة. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.